كان لأبي القاسم الطنبوري حذاءه الشهير مليء بالرقع الجلدية. أصبح مثلا شهيرا أثقل من حذاء الطنبوري. قرر التخلص منه، ولكن فشلت كل المحاولات. ألقاه بالقمامة، فعاد الحذاء للمنزل وأتلف زجاجة عطر. ألقاه بالنهر، فأعاده صياد للطنبور مبتلا. تركه ليجف على السطح، فتسببت قطة بإجهاض امرأة. شكاه جيرانها للقاضي، فعوقب الطنبور وعاد له الحذاء. ألقاه بالمجاري، ما تسبب بانسدادها وغضب الناس. حبسه القاضي وأعاده له الحذاء. دفنه ليلا، فرآه الجيران واشتكت الشرطة. سجن مجددا وعاد له الحذاء. تركه بالحمامات العامة، فاتهم بسرقة حذاء أمير. قرر دفنه بالصحراء، فأوقفه الحراس بتهمة قتل. أثبت براءته أمام القاضي. أعطاه القاضي صك براءة من الحذاء اللعين.